لو انت من محبين الافلام بتاعه الجريمه والتحقيقات فهتلاحظ دايما ان هم لو لقوا بصمات على مسرح الجريمه، واللي بالمناسبه دي هي اول حاجه بيدوروا عليها اصلا، لو لقوها بتبقى خلصت خلاص، بيلموا حاجاتهم ويروحوا وبتبقى مساله وقت كده كانهم حلوا الجريمه. طيب ده يودينا لسؤال مهم، هل ده معناه ان بصمه صباعك دي مفيش اي حد في العالم كله عنده زيها؟ الاجابه وده اللي اثبته السير فرانسيس جالتون في 1892 ان مفيش بصمتين لصباعين متطابقتين مهما كان وجه التشابه ما بين الشخصين دول. صوتك ممكن يبقى في حد تاني صوته شبهك بطريقه تلخبط، مش نفس الذبذبات والتردد بتاعه بس شبهه، ده بل كمان ممكن يتعمل صوت شبه صوتك، زي مثلا ما بنسمع دلوقتي حمو بيكا وهو بيغني قراءة الفنجان بالاي اي للمرحوم عبد الحليم حافظ. شكلك اخوك التوأم ممكن يكون عنده نفس الوش بتاعك بالظبط، شبهك لدرجه انه ممكن يفتح تليفونك ببصمه وشه هو، لكن بصمه صباعك لا. مبروك، هي دي الحاجه اللي انت بتتفرد بيها، مفيش اي حد تاني في العالم عنده زيها ولا هيبقى في حد تاني عنده زيها. طيب ايه هي البصمه وازاي بتتكون وليه مش بتتكرر؟ هحكي لك. صباعك ده لو جيت بصيت فيه دلوقتي هتلاقي ان هو عباره عن شويه خطوط بارزه، وطالما في خطوط بارزه يبقى اكيد في خطوط تانية منخفضه، وطبعا يهيأ لك ان الشكل اللي اتشكلت عليه الخطوط اللي في صوابعك دي عشوائيه، ولكن لا، خليني اقول لك انه مش عشوائي ولا حاجه، ده بل كمان في 3 انواع من البصمات او الاشكال العشوائيه اللي انت شايفها دلوقتي دي، والاشكال دي كلها او الانماط بتاعه بصمات الاصابع دي متكونه اساسا من الجينات بتاعتك من وانت جنين في بطن ست الوالده لسه، تحديدا في الاسبوع الرابع والعشرين من تكوينك كجنين، والشكل اللي بيتكون عليه في ايدك هو الشكل اللي بيفضل مكمل معاك لغايه ما بتموت. وفي سبب تاني غير الجينات اللي بتكون بصمات صوابعك، وهو ظروفك كانت عامله ازاي وانت جنين، والظروف المحيطه بيك وانت جنين كانت عامله ازاي برضه، زي مثلا نسبه الاكسجين او ضغط الدم، التغذيه اللي كانت واصله لك، كثافه السائل اللي كان بيحيط بيك وانت جنين، كل دي عوامل بتلعب دور مهم في تشكيل البصمه بتاعه صوابعك اللي انت شايفها دلوقتي. طيب كده انت ممكن تيجي تسالني سؤال صعباني وتقول لي طيب ما كده التوائم المتطابقه المفروض يبقى عندهم نفس البصمه. هقول لك لا برضه، لان ظروفهم ما كانتش واحده، واوضاعهم كمان ممكن تكون كانت مختلفه في رحم الام، التغذيه اللي كانت بتوصل لهم مش بالضروره تكون متكافئه. هم ممكن يكونوا شبه بعض في نوع البصمه، الانواع اللي هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن مش هتكون واحده. طيب ايه هي بقى انواع البصمه؟ في 3 انواع او 3 انماط من البصمات. اول نوع وهو الويردز او الدوامات، ثاني نوع وهو اللوبس او الحلقات اللي بتبدا وبتنتهي من نفس الجنب، وثالث نوع وهو الاركس او الاقواس، وده اللي بتبدا من جنب في الصباع وبتنتهي في الجنب الثاني. طيب يمكن يطرق في دماغك دلوقتي سؤال طرق في دماغي انا برضو، وهو انه مش ممكن البصمه دي تروح مع بعض الجروح مثلا اللي بتحصل في صوابعك، او تروح مثلا مع الاستخدام العنيف في بعض الاشغال المعينه اللي بتتطلب شغل بالايد؟ ده سؤال حلو، طالما طرق في بالك وفي بالي يبقى سؤال حلو، بس اجابته لا، الجلد هيبقى قادر ان هو يجدد من خلاياه تاني طالما الجروح سطحيه، او اي حاجه تحصل له في الطبقه الخارجيه بتاعته لحد ما يرجع للشكل اللي كان عليه. وعلشان تفهم الحته دي اكتر وتبقى مقتنع بيها خلينا نشوف ايه هي طبقات الجلد. الطبقه الخارجيه من الجلد اللي هي اسمها الابيديرمز او اللي هي البشره، والطبقه الداخليه اللي هي اسمها الديرمز او الادمه. البصمه بقى هنا بتنشا من جوه لبره، يعني من الادمه للبشره مش العكس، يعني جايباها من تحت قوي، وبالتالي حتى لو الطبقه الخارجيه دي حصل فيها اي جروح، بمجرد ما الجلد يلم نفسه تاني او يتعافى هيرجع ياخد نفس الشكل اللي هو كان عليه. يعني من الاخر طالما الضرر ما وصلش للطبقه الخارجيه احنا في السليم. وعايز اقول لك ان موضوع استخدام البصمه ده مش جديد، الصينيين كانوا بيستخدموا التوقيع بالبصمه على الاوراق المهمه من اكتر من 2000 سنه، لحد 1877 طلع واحد اسمه هنري فولدز وابتكر طريقه الحبر اللي الناس بتطبع صوابعها فيه وبتبصم على الورق، وبالتالي ملامح البصمه بتاعتهم هتبان، وفضل الموضوع مكمل اعتماد كلي على البصمه في التمييز ما بين الناس وبعضها. ففي الاخر لو انت شايف نفسك مش مميز عن اي حاجه عن اي حد حواليك، احب اقول لك لا، انت عندك حته بصمه صباع مش عند حد غيرك، بصمه صباع تقدر تعمل بيها لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.